بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، وفي هنا وسرور جميعا، آمين يا رب العالمين. أصحابي وحبايبي وأخواتي، ربنا يكرمني ويكرمكم يا رب، قادر كريم كده، ويسترها معانا ومعاكم، قادر كريم يا رب يا حبايبي. وأشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة وتشجيعكم ليا، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. كل اخواتي اللي من مصر ومن خارج مصر كلكم على راسي، ربنا يكرمكم. كل واحد كتب لي حاجه وشجعني، والله انا بعمل بالمثل. بس اعذروني لو كنت بتاخر عليكم شويه، معلش سامحوني، لان انا يعني ربنا يعيني. ادعوا لي ربنا يعيني على اولادي، وادي رسالتي على خير كده، زي ابوهم الله يرحمه ما كان عايش. ادعوا لي. فانا والله لما بتاخر عليكم في الرد على الكومنتات بيبقى غصب عني، معلش. بس والله ما بنسى حد، انا بقى كلكم على راسي، وكلكم بشجعكم، وزي ما بتعملوا معايا بالمثل. ويمكن لو ما لقيتش اي حاجه، انا اللي بخش وبكتب وبعمل لايك قبل ما اكتب اي حاجه، وبسمع الفيديو، عشان كل اللي بيراعي ضميره ربنا بيكرمه. ربنا يكرمكم جميعا ويكرمني يا حبايبي معاكم يا رب. بس ما تنسوش حبايبي تعملوا اللايك وانتوا بتتفرجوا، امانه عليكم اعملوا اللايك الاول عشان فيديوهاتي تترفع. ربنا يا رب يكرمنا جميعا يا رب. والله انا حتى لما بتكلم معاكم بيبقى نفسيتي بترتاح كده، وبصور الفيديو يعني الواحد بيبقى سعيد جدا. نفسي اعمل لكم كل الحلو. ربنا دايما يا رب يرزقنا ويكرمنا في ولادنا، قادر كريم يا رب. النهارده حبايبي هنعمل لكم طريقه كيكه، بس طريقه كيكه جميله. الكيكه دي بقى بصوا عشق بقى، ما حد يعني تحس ان انتوا كنتوا بتاكلوا زي بغاشه كده، مش كيكه. طريه وهشه، وغير كمان فيها حاجه بقى هتخليكوا روعه جميله. اللي هيجربها هيعتمدها على طول عنده، لان دي اكنها يعني منها كيكه، منها هريسه، منها مش عارفه اقول لكم على جمالها وحلاوتها. جربوها وانتوا هتعرفوا. مقاديرها سهله وما فيهاش اي حاجه. يلا حبايبي معايا، هنعمل بقى؟ دول 3 بيضات، ماشي؟ 3 بيضات، زبادي، اتنين زبادي كده زي ما انتوا شايفين، الحجم اللي هو انتوا شايفينه ده زي كوبايه زبادي يعني، ماشي؟ وده كوبايه سكر او كوبايه الا ربع. ما تزوديش السكر، لان احنا في حاجه تانية هنضيفوها على الكيكه هتخليها مسكره اكتر. خلاص. ودي كوبايه سمنه على زيت، نص سمنه ونص زيت. دي لازم، معلش. او عايزه تعمليها سمنه بس مفيش مشكله، عايزه تعمليها بزيت لا، كلها زيت لا، لازم يا اما سمنه على زيت، وسمنه على زيت يستحسن يعني، ماشي؟ ودي وده كوبايتين كبار دقيق. خلاص. وده كيس بيكنج باودر والفانيليا. خلاص يا حبايبي، انا هحط المقادير السايله دي كلها في الخلاط، وهاجي هروح حاطه على الدقيق البودر، رشه الملح وكيس البودر، واقلبهم مع بعض. تعالوا نشوفوا بقى هنعملوا ايه. بصوا حبايبي، اهو حطيت كل الخليط السايل اهو في قلب الخلاط كده زي ما انتم شايفين. هضرب بقى ضرب كويس قوي، وارجع بقى اوريكم هنعملوا ايه. اهو حبايبي، ضربت الخليط كده زي ما انتم شايفين. بصوا ضربته كويس قوي اهو. عمل ضرب جامد كده، ماشي؟ حطيت هنا على الدقيق اهو، الدقيق بتاعنا اهو، حطيت عليه باكل بيكنج باودر، رشه الملح وباكل بيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض. وهحط الخليط ده هنا، واوريكم الكيكه هتبقى سايله ازاي، قوامها هيبقى شكله ايه، ماشي؟ يلا بصوا حبايبي بقى اهو. بصوا بقى، بصوا الخليط، بصوا جمالها، بصوا عامله ازاي. ده خليط الكيكه اهي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، نفس المقادير. عايزه تحطي كمان معلقه خل وانت بتضربي، ماشي؟ بس انا كمان ما عنديش خل، ما حطيتش معلقه خل، برده هتخليها زي الفل. خلاص. بصوا هشه بقى ازاي، وبصوا الفقاعات اللي فيها من الزبادي والبودر. خلاص. يبقى هي دي قوامها زي ما انا قلت لكم، ماشي؟ زي الفل كده، ماشي؟ انا بقى طبعا مولعه الفرن. بصوا صينيه اهي، دهنتها زيت وبطلها. خلاص. انزل بقى الخليط ده كده. بصوا
سيبي بقى الخليط ده كله كده في قلب الايه الصينيه. يا حبايبي بصوا اهي، بصوا الكيكه بقى وجمالها. بصوا انا مولعه الفرن طبعا من قبل ما ابدا في الكيكه خلاص عشان يبقى سخن على درجه حراره وسط على الشبكه الرف الوسطاني. درجه الحراره تبقى متوسطه كده لمده 45 دقيقه، ما افتحش عليها ولا اجي يمها خلاص. واول ما تطلع هوريكم التكه اللي انا هعملها فيها ماشي. يلا نحطوها في الفرن ونسيبوها تستوي، وبعد ما تستوي نطلعوها واوريكم انا هعمل فيها ايه. يلا حبايبي بصوا حبايبي بقى، ده انا عملت شربات ماشي. ده عملت شربات للكيكه. عملت ايه الشربات ده؟ عملت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره ليمونه، يا دوبك يغلوا غلوتين كده، مش عاوزاه خفيف تقيل، عاوزاه خفيف زي ما انتم شايفينه كده وسط. هم يا دوبك 5 دقايق على نار، 10 دقايق بالكتير، مفيش 10 دقايق اساسا، ما يكملوش 8 دقايق خلاص. وتدفع عليه زي كده وتسيبيه يبرد. يبقى انا عملته الاول وسبته يبرد، وبعدين دخلت الايه الكيكه في الفرن خلاص. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ تعالوا نشوفوا بقى هنعمله ايه. بصوا حبايبي الكيكه بقى، بصوا جمال الكيكه بقى لما طلعت. بصوا حاجه كده روعه، انتوا لسه بقى ما شفتوش. بصوا بصوا جمال قطعتها بقى. قبل ما هعمل اللي انا هعمله دي لازم اقطعها خلاص وهي سخنه، هي لسه طالعه من الفرن سخنه مولعه. قطعتها ماشي. وهعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الشربات اهي كده، كل الشربات بقى حطيه. ايوه المقدار ده بس يا دوبك هتشرب بقى كل الشربات. بصوا 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 بصوا, بصوا لو شايفينه بصوا شربته ازاي. بصوا شربته في ثانيه اهي، في ثانيه شربت الشربات ده. يا بقى هتاكلوا بغاشه كده. رهيبه الكيكه دي رهيبه، يعني هتحبوها اكتر من اي كيكه. تبقوا مش عارفين كده بتاكلوا بسبوسه كيكه، يعني مش عارفين كده من جمالها وحلاوتها. خلاص اسيبها بقى تبرد بقى، هي كانت سخنه عشان تشرب الشربات خلاص. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هسيبها تبرد وبعد كده هوريها لكم لما تبرد تبقى عامله ازاي. مش هينفع ان انا اجي يمها وهي سخنه كده واوريكم ايه الكيك. هسيبها تبرد وبعدين اوريها لكم. بصوا حبايبي بقى، بصوا طلعت لكم منها حته كده. بصوا الجمال. بصوا حبايبي، بصوا الجمال ده. بصوا عشان اوريكم. بصوا بصوا الهشاشان بقى والعسل. بصوا بغاشه، ومش عارفه اقول لكم بتطلع. بصوا من كتر ما هي ايه روعه. ولا بقى العسل ده عطيها طعم مش قادره اقول لكم قد ايه. بصوا العلو، عايزين تكبروا الصينيه مفيش مشكله، بس احنا بنحبها عاليه كده وجميله كده. يلا جربي. بصوا بيضه ازاي وجميله من الزبادي بقى اللي جواها مع العسل بقى. بصوا دايبه. بصوا العسل فيها باظظ بقى كده، تحسي ان هي فيها ايه الشربات اللي فيها عامل بقى فيها. بصوا ايدي مطرح العسل. لما هتاكلوها بقى يا على الطعامه وجمال العسل اللي هيبقى فيه، بيديها طعم بتبقى كأنك بتاكلي بغاشه كده. جربوا يا حبيبتي ايه الحبايبي الكيكه ديت حلوه قوي للولاد في المدارس، تديهم الصبح قبل ما يمشوا. جميله قوي والكيكه دي هيحبوها قوي من ايديكي. يلا جربي وقولوا لي حبايبي ايه رايكم في الكيكه الجميله دي، وايه رايكم في الوصفه دي. كيكه الزبادي الجميله جميله جدا، هتعجبكم. يلا جربوا واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم. ربنا يا رب يديمها عليكم نعمه يا رب، ويبارك لكم في ولادكم، وكل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه احلى واحلى ان شاء الله. ومتنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.